آريج قنن استشهد جميع أهلي بالقصف والأوضاع فوق أي تصور. هبة أبو دان الكويتون بكوا معي بمصيبتي لدى تقديم العزة. إسلام أبو حجر لا ندري ما أخبار أولادنا وعائلاتنا لانقطاع الاتصالات والإنترنت. أسماء زياب قصف منزلنا وتشرد زوجي وأولادي الثلاثة. لم تكن تتوقع المعلمات الفلسطينيات التي قدمن للكويت في التعاقدات الأخيرة أن بعضهن عندما ودعن عائلتهن كان الوداع الأخير، فقد تسبب العدوان الصهيوني الوحشي على قطاع غزة في الأيام الماضية في فقد بعض المعلمات عائلتهن كاملة أو بعض أفراد عائلتهن، وهذا في مأساة تتكرر مع كل عدوان همجي للمحتل الغاصب الذي يضرب بعرض الحائط كل القوانين الإنسانية. المعلمات الفلسطينيات المفجوعات بفقد